حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام سي فيلالي. سي حسين، كيفاش كتعيشوا ديال هاد الظروف وهاد الاكراهات اللي طالت هاد المدرسه اللي هي مدرسه عريقه بمدينه المحمديه، يعني لا من ناحيه الارضيات الملعب ولا من ناحيه الامكانيات ولا؟ يمكن سي فيلالي اولا بعدا نشكروك على الحضور ديالك وعلى التتبع ديالك لمدرسه المجد. يمكن اليوم غادي الا غنجيو نهضروا على الاوضاع ولا هذا، حنا ربما تعايشنا مع هذا الشيء منذ كما كيقولوا المرحوم بو عبد القادر، يعني ولينا كنقولوا ربما هاد الاكراهات اللي كاينه كتخليك كتزيد انك كتعمل، وكنتمناو دائما والله انه واحد النهار غادي يجي الفرج، لان الفرج ماشي غادي يجي لينا حنايا كمدرسه، مي كيجي غادي يجي لوليدات المحمديه، حيت هادشي كلشي كيستافد منه وليدات المحمديه. اما بالنسبه للعراقه ديال المدرسه، يعني اول مدرسه في مدينه المحمديه اللي المؤسس ديالها كلشي كيعرفو، ربما المؤسس يمكن اللي تعددت الاسماء، مربي الاجيال، الجندي المجهول، بزاف بزاف بزاف، يعني تعطاو لي الاسماء في هذه المدينه هذه، ولكن كيبقى المؤسف هو مؤسف. ولكن في نفس الوقت احنا يمكن منين جينا ولقينا الوضع هكذا، حاولنا اننا ننقيو واحد شي شويه ونظفنا كما كيقولوا هذا الفضاء وقاديناه، ويمكن محظوظين رغم هذاك الشيء غادي نقولوا حنا راه محظوظين بهذا الفضاء، لان راه كاينين جمعيات اخرى اللي ربما راه كتعاني يمكن الامرين اكثر منا. حنا الحمد لله كنقولوا هذا الفضاء هذا ملي كتكون هكا خدام وانت مرتاح، بون لان نوصلوا واحد الرساله ديالنا اللي خلى المرحوم بو عبد القادر، وحنا هنا كنحرصوا ما امكن اننا نحافظوا على هذيك الرساله، لانه هو حط واحد القواعد لهذه المدرسه هذه. حنا اليوم كنحافظوا على دوك المرتكزات ديالها، هذا هو اللي كاين. سي حسين، العديد ديال المتتبعين كذلك يعني من محبين مدرسه المحمديه يتساءلون هذه السنه عن غياب دوري ابطال. ماشي بون غادي نقولوا حنا ماشي غياب دوري ابطال فضاله، حنا غير يمكن دوري ابطال فضاله كما كتعرف انه خدا واحد كما نقولوا واحد المكانه في المدينه، وخاصه في هذا الفضاء هذا، يعني دوري ابطال فضاله اللي ولا مسموع، والحمد لله ان ذاك التنظيم ديالو هو اللي خلاه انه ياخذ الحق ديالو ما بين الدوريات اللي كيكونوا معروفين في المدينه. حنا اليوم ماشي يمكن الظروف اللي كانت العام اللي فات هي اللي ما خلاتناش اننا نديروا الدوري، وكنا بغينا نبداو العام بالدوري، يعني قلنا غادي نغيروا له التاريخ ديالو نبداو به، ولكن كما كنقولوا الحمد لله على امطار الخير اللي راه منعت الاغلبيه من انهم يواكبوا التدريب ديالهم او البرامج ديالهم. بون هادشي اللي خلانا اننا دوري ابطال فضاله باقي معطل، ما هو ما عمره غادي يتحيد، لانه عطى واحد الصوره جميله للمدينه والوليدات ديال المدينه، حيث يمكن هذا هو الدوري الوحيد اللي كيتخدم على الفئات كاملين، يعني من الصغيورين حتى الدراري ديال 15 عام. ويا سيدي السلام عليكم. هذا اللي كاين، ونتمنوا من الله اننا حنا ما بالعكس ما دمتي دخلتي لهذا المجال ديال كرة القدم والجمعوي الا وحنا كنقلبوا اننا نعطيو الاضافه للوليدات، لان وليدات المحمديه اللي كيستافدوا من هذه الدوريات هذه. اما حنا غادي نكونوا غير دوك الناس اللي كيوجدوا دوك الفضاءات لهذوك الوليدات، رغم ان الارضيه ترابيه كلشي كيشوف كيفاش كيمر هذاك الدوري، يعني كتنسى راه التراب، لا كتولي عايش اجواء اخرى. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله حنا كنتمناو خير. اللي كنطلبوا هو
يمكن هذه النهضه دابا اللي كاينه في مدينه المحمديه هي راه بشرة خير. خاص غير الناس كما كيقولوا تبقى ديك الكلمه اللي خلى وليد الركراكي، النيه خاصها تكون النيه صادقه. اما راه بشرة خير كاينه. الحمد لله ان المدينه غادا تصلح. الملاعب غادا تكون ان شاء الله. شويه ديال الصبر ونتمنوا من الله خير، لان دائما هاد الاجيال اللي جايه راه هي اللي غادا تاخذ المسيره ديالها. اما حنا ما علينا دابا غير كنوجهوا في هاد الوليدات وكنساعدوا في التربيه، لان الكره كتبقى غير واحد الباب، ولكن التربيه ديال الوليدات، لان الامانه اللي كتكون عندك هي هاد الوليدات اللي كيجيبوهم الوالدين عندك لهذا الفضاء هذا. يعني راه انت كدير خاصك تعطي ديك اللمسه ديالك. خلي ان داك الوليد ملي كيمشي على الاقل داك الوالدين تما كيحسوا براسهم ان ولدهم راه كاين جاب مع شي حاجه لا رياضيا لا اخلاقيا. هذا هو الدور ديالنا، ونتمنوا من الله اننا نتوفقوا فيه. وكتبقى في كل شي الحالات اننا هذا الشيء كل شيء اللي كيدار كنترحموا على المرحوم با عبد القادر، ونترحموا على والدينا وعلى الناس اللي فقدناهم كاملين، ونتمنوا من الله خير ان شاء الله. وشكرا سي فيدالي بعدا على الزياره ديالك، وكنتمنوا لك التوفيق، ونتمنوا لجميع الاخوان الله يسر لنا وليكم ولجميع المسلمين.